السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. زميلكم زياد زكريا. الفيديو ده إن شاء الله يكون في شرح شابتر 6 في مادة الأوديتنج بعنوان Audit Responsibilities and Objectives. ده أول شابتر علينا بعد الميد ترم. أنا عارف إن عدد كبير مننا ونسبة كبيرة ما بيحبوش الحفظ بتاع المواد النظري واللت والعجن والرغي اللي بيبقى فيها. أنا واحد برضو من الناس دي اللي بزهق من الحفظ المواد النظري وبشوفه حاجة مزعجة. بس بتفرق كتير لما تحفظ وأنت فاهم عن لما تحفظ وأنت مش فاهم حاجة ومجرد مبصمج كده وخلاص. فده اللي هحاول اعمله معاك باذن الله في الفيديو ده او في الفيديوز بتاعت شرح الاوديتنج عموما. احاول افهمك الشابتر بيتكلم على ايه، مش همط في الكلام، مش هرغي كتير على قد ما اقدر ان شاء الله. اقول لك الخلاصه والمختصر المفيد وانت هيتبقى عليك الحفظ. لما تيجي تحفظ وانت فاهم هتفرق كتير عن لما تحفظ وانت مش فاهم. الحفظ ببصمجه بيبقى اصعب بكتير. لو في كيوردز معينه تساعدك على الحفظ اقولها لك او كيوردز مهمه هتلاقيني طبعا مزود حاجات عن البي دي افس اللي ممكن تشوفها سواء الدكاتره او اي مصدر تاني. الحاجات اللي انا مزودها دي مش من دماغي، في اكزامبلز ابقى مزودها من كلام الدكتور نفسه من النوتس اللي كان بيقولها. هو بيبقى معتمد ان انت هتسمع الكلام وتكتب النوتس دي عشان لما يطلب منك في الامتحان مثلا قول لي الفرق بين كذا وكذا ودعم اجابتك مثلا باكزامبلز. فالاكزامبلز هتجيبها منين؟ مش هتقعد تفكر بقى في الامتحان وتخترع له اكزامبلز. فانا او الدكتور ببساطة ادينا شوية اكزامبلز المفروض تبقى عارفها كويس، يعني دي كأنها جزء من الماتيريال. في حاجات طبعا يعني متشالة من الماتيريال، حاجات متضافة، حاجات متزودة وهكذا. فنصيحتي ليك ذاكر من البي دي اف اللي انا هبقى سايبه لك ان شاء الله. هتلاقيني سايب لك بي دي اف فيه النوتس فيه الاكزامبلز الزيادة اللي اتضافت اللي الدكتور قالها وهكذا ان شاء الله. عموما براحتك ذاكر مكان ما تحب. الشابتر بيتكلم على ايه؟ الشابتر فيه 3 learning objectives اساسيين. بغض النظر برضو ممكن تلاقي مكان تاني مكتوبين 4 3. المهم في اخر الشابتر تكون مغطي الاجزاء دي. management responsibilities ده اول جزء هنتكلم فيه، وبعدين الاوديتورز responsibilities مسؤولية اللي على الاوديتور ومسؤولية على المانجمنت، والمانجمنت assertions. نبدأ بالمانجمنت responsibilities. ايه responsibilities اللي على المانجمنت؟ المسؤوليات اللي على المانجمنت بشكل بسيط كده بخلاصة: responsibility for adopting sound accounting policies. يعني ايه sound accounting policies؟ يعني هتختار ال accounting policies المناسبة. زي ايه accounting policies؟ زي مثلا طرق ال depreciation هتمشي بأنهي method من methods بتاع ال depreciation، straight line ولا double declining. مثلا هتمشي بالفايفو ولا اللايفو لما تيجي تشتري inventory وتبيعها وهكذا. هتمشي بالفايفو ولا اللايفو ولا أنهي طريقة بالظبط. فهي اللي بتقرر هتمشي بأنهي طريقة أنهي بوليسي في الأكاونتنج، وهي المسؤولة عن إنها تعمل الانترنال كنترول. خد بالك الأوديتور بيراجع الانترنال كنترول. مين اللي بيحط الانترنال كنترول؟ مانجمنت. نفس الفكرة على الفاينانشال ستيتمنتس. الأوديتور بيراجعها بس، لكن مين اللي بيعمل الفاينانشال ستيتمنتس؟ برضه مانجمنت. فبرضه من responsibilities اللي عليها making fair representations in the financial statements. fair طبعا عارفين انها تكون in accordance with GAAP وتكون سليمة وهكذا. وهنعرف دلوقتي ايه الأخطاء اللي ممكن تبقى موجودة في الفاينانشال statements وفرق بين الماتيريال والإماتيريال والحاجات دي كلها. طب ليه المانجمنت هي اللي بتقوم بالحاجات دي كلها؟ لان هي اصلا مسؤوله عن اكاونتنج سايكل. هي اللي ماشيه، اللي هي بتعمل اوبريتنج للبيزنس بشكل يومي. هي اللي بتحضر الترانزاكشنز، هي اللي بتعمل البالانسز بتاعت الاكاونتس، هي اللي بتحضر الفاينانشال ستيتمنتس. فهي برضو مسؤوله عن company's transactions و related assets و liabilities و equity، وبتطلع الانnual ريبورتس. ده كده خلاصة المانجمنت responsibilities من غير رغي كتير. فالمانجمنت responsibilities هي اللي بتعمل الحاجات دي كلها. الاوديتور بقى وظيفته انه بيراجع الحاجات دي. نشوف بقى الاوديتور responsibilities وهيراجعها ازاي. احنا قلنا ان المفروض الاوديتور يتاكد ان الفاينانشال statements fairly stated. طب يعني ايه fairly stated؟ يعني ماشي in accordance with GAAP ومفيهاش اخطاء. انهي اخطاء؟ هي دي الفكره، دي اول نقطه نتكلم عليها في الاوديتور responsibilities. لازم نفرق بين نوعين اساسيين من الميس statements. ميس statements ممكن تلاقيها برضو متسميه mistakes، يعني سواء ميس ستيتمنتس المقصود بيها ميستيكس. ايه الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده في الفاينانشال ستيتمنتس؟ يا اما تكون اخطاء ماتيريال يا اما immaterial. ايه الفرق بينهم؟ ماتيريال يعني اخطاء جوهريه، immaterial يعني غير جوهريه. وما تلخبطش بينهم، قلت لك دي جوهريه دي اللي هي العكس، فاهم؟ غير جوهريه. immaterial غير جوهريه. طب على اي اساس بقرر هي جوهريه ولا غير جوهريه؟ على اي اساس بقرر هي ماتيريال ولا immaterial؟ والله تعالى بص الكومباريزن الخفيفة اللطيفة دي، وبعدين نبقى نشوف الرغي الموجود المكتوب ده. ال immaterial miss statement نبدأ بيها. دي بيكون عندها no effect on financial statements، ما بتأثرش خالص على ال financial statements. ازاي؟
يعني اثرها مش بيبقى باين، مبيبقاش قوي. ازاي؟ زي مثلا لو قلت لك ان احنا عملنا سيلز اكسبنس مثلا ب10,000، والرنت اكسبنس كان مثلا ب5,000. لا، سيلز اقصد سالاريز اكسبنس. ده اللي المفروض كان يتسجل. طب انت لما جيت تسجل، يعني كده الاكسبنسز كلها على بعض كام؟ 15. انت لما جيت تسجل او المحاسب او الاداره لما جت تسجل راحت عملت ايه؟ راحت مسجله، عكست، بدلت، حطت السالاريز اكسبنس هي اللي ب5,000، وخلت الرنت هو اللي ب10,000. ايه التأثير؟ هل النت انكم هيتغير؟ لا. ليه؟ لان كده كده في الاول وفي الاخر مازال التوتال اكسبنسز كلها 15,000، فالنت انكم برضه هو الاكسبنسز كتوتال هي. ده مازال اسمه خطأ. مش هنقول عليه ده مش خطأ، لا هو خطأ وميس ستيتمنت، مازال اسمه ميس ستيتمنت. بس immaterial ليه؟ لانه ما اثرش بشكل كبير على الفاينانشال ستيتمنت، يعني ما عندوش افكت على الفاينانشال ستيتمنت. عشان كده بنقول في الاماتيريال اهم حاجه انك توضح have no effect on financial statements. انا فهمتك، قولها بقى بطريقتك. عايز تقول مثلا immaterial misstatements do not influence the financial statements, have no effect on financial statements. الخلاصه تعرفوا انها مش بتاثر على financial statements. او زي مثلا انك تسجل الكاش سيلز في الكريدت سيلز. انت دلوقتي حققت سيلز ريفينيو بكذا، المفروض كنت تسجل السيلز دي في الكريدت سيلز، هي اون اكاونت، فتسجلها في الكريدت سيلز اكاونت ريسيفبل مثلا. فانت رحت ايه؟ بدل ما اسجلها في الكريدت سيلز سجلتها كاش، انك استلمتها كاش وانت لسه ما استلمتهاش كاش. انت حققت سيلز بس لسه ما خدتش الكاش. هل ده هيأثر على النت انكم؟ هيأثر على الفاينانشال ستيتمنت بتاعت مثلا الانكم ستيتمنت؟ لا، ما زال برضو الريفينيوز هو الفرق ان انت سجلت كريدت، انت سجلت كاش بدل ما تسجل كريدت، او سجلت كريدت بدل ما تسجل كاش. يعني كل مثال بقوله ممكن يتعكس، يعني انت قوله بطريقتك انت، مهم تفهم الفكرة وتعرف تقوله المثال. سواء سجلت الكاش سيلز في كريدت سيلز او سجلت كريدت سيلز في الكاش سيلز، ايا كان. ده ما زال خطأ وممكن قدام يبقى ليه عواقب، بس الخطأ نفسه دلوقتي هو ما زال immaterial. او اخطاء في الميستيكس ان سيلز انفويس. انت مثلا حد رحت للكاشير، الكاشير هو بيطلع لك الفاتورة، راح كاتب لك مثلا ان البرايس بسعر مختلف عن اللي انت اشتريت بيه. ده الفاتورة اللي طلعت، بس اللي اتسجل عنده والسيلز اللي باعها سليمة مفيهاش مشكلة. فعشان كده دي immaterial. فالimmaterial ليها أمثلة كتير، ودي الأمثلة اللي الدكتور ركز عليها يعني. طب الماتيريال، الماتيريال عكس تماما الاماتيريال. احنا قلنا في الاماتيريال no effect on financial statements. الماتيريال هيبقى فيه effect على الفاينانشال statement، have effect on financial statements. زي ايه؟ زي انك تسجل مثلا فاتورة سيلز انفويس يعني فاتورة ب10,000، وهي اصلا المفروض تسجل ب100,000، طيرت زيرو كده. فالزيرو اللي طار ده هيعمل لك ماتيريال مس ستيتمنت، تفرق كتير. ده انت لخبطت النت انكم، لخبطت الريفينيو، بوظت الدنيا. او زي ايه تاني؟ زي انك اصلا ما تسجلش اكسبنس، مش تبدل اكسبنس مع اكسبنس، لا انت ما سجلتش اكسبنس، فبالتالي الاكسبنس الموجودة عندك مش بقيمتها الحقيقية، هي اقل من قيمتها الحقيقية، فانت كده قللت الاكسبنسز. زي انك تسجل نوت ريكوردنج يوتيليتيز اكسبنس. افرض نسيت يوتيليتيز دي، عايز تكتب له سالاريز مفيش مشكله، عايز تكتب له ايا كان رنت اكسبنس مفيش مشكله. المهم ان انت مثلا ما تسجلش اكسبنس، او حتى تسجل اكسبنس اضافي، تسجل اكسبنس زياده. المهم ان انت هتلعب في الاخر في النت انكم، ده هيغير النت انكم وهيغير التوتال اكسبنسز. عشان كده بتعتبر ماتيريال. ماتيريال يبقى ليها افكت على الفاينانشال ستيت. ده الكلام الخلاصه. هتلاقي فوق الرغي واللت والعجل. المس statements considered material امتى؟ لو ال uncorrected errors and fraud would likely change or influence the decisions of a reasonable person using the financial statements. يبقى امتى بتعتبر material؟ لو هتأثر أو تغير ال decision وتأثر على financial statement. امتى immaterial؟ العكس، لو مش هتأثر ولا هتغير ال decision. منتهى ببساطة. عشان كده دور الاوديتور انه يتأكد ان الفاينانشال ستيتمنتس فري من الماتيريال ميس ستيتمنت، ودوره كشف الماتيريال ميس ستيتمنت مش الاماتيريال. واللي يهمه انه يتأكد ان الفاينانشال ستيتمنت ما فيهاش ماتيريال ميس ستيتمنتس، وانها سليمة ما فيهاش ماتيريال ميس ستيتمنتس. عشان كده بقول لك ان
اللي ما عندوش responsibility انه يكشف الحاجات to detect miss statements that are not material. ده مش من ال responsibility اللي عليه، يبقى هو واجب عليه انه يكشف ايه؟ الماتيريال. فده كده اول responsibility خدناها، الاوديتورز responsibility، اللي هي ايه؟ اللي هي الماتيرياليتي بتاعه الميس ستيتمنتس، اللي هي detect الماتيريال ميس ستيتمنتس. وعرفنا الفرق بين الماتيريال والإيماتيريال، والكومباريزن دي مهمة طبعا. وللأسف الدكتور لسه مبعتش الأسئلة بتاعت الشابتر ده، فإن شاء الله لما بعت أسئلة عليه هتلاقيني حاططها بقى في الفاينل ريفيجن. بس شابتر 7 وشابتر 10 وبعت أسئلة عليه، فإن شاء الله لما نيجي نشرح شابتر بشرحه لك بالأسئلة. تاني نقطة من ال responsibilities اللي موجودة على الأوديتور إيه هي؟ reasonable assurance. يعني حتى تلاقي الكلمة متكررة في اللي قبلها، إنه provide أو obtain reasonable assurance إن financial statements fairly presented، يعني ما فيهاش material. يعني إيه بقى reasonable assurance وليه اسمه reasonable؟ reasonable يعني مش not 100%، بس مازال good enough أو high، بس مازال high assurance. assurance يعني التأكيد. كنا خدنا قبل كده قبل الميد ترم، بس انا مش هرجع ارغي في اللي قبل الميد ترم دلوقتي. assurance وان الاوديتنج جزء من الاتستيشن اللي هي جزء من الاشورنس وهكذا. اللي يهمنا دلوقتي ايه؟ ان الاوديتور وظيفته انه provide reasonable assurance. reasonable assurance بيكون high but not absolute. يعني ايه not absolute؟ يعني زي ما قلنا مش 100%، مفيش تأكيد يبقى 100%. طب ليه مفيش تأكيد 100%؟ الكلام ده كنا بنقوله قبل الميد ترم، دلوقتي هنعرف سببه ايه. ليه ما ينفعش نعمل absolute assurance؟ ليه الاوديتور ما يقدرش يعملها؟ ده ليه كذا سبب. ايه هما الاسباب دول؟ اول سبب السامبلنج ايرور. سامبلنج ايرور او سامبلنج تيستنج او ايا كان. الاوديتور لما يجي يعمل مثلا اوديتنج، لما يجي يراجع الترانزاكشنز مثلا. الترانزاكشنز في الشركات الكبيره بتبقى عدد مهول، عدد كبير جدا. فمش هيمسك ترانزاكشن بالرقم بالظبط، هيقعد يراجع واحد واحد واحد، لا. بيعمل ايه؟ بيقوم واخد سامبل، بياخد عينه. فالسامبل دي بتعرضني لحاجة اسمها sampling error، إنها مش هتكون دقيقة 100%، مش هتعبر لي عن البوبيوليشن. اللي هو البوبيوليشن إيه؟ اللي هو التوتال، الكل، اللي هي كل transactions، مش هتعبر لي عنها بشكل 100%، لأن دي مجرد عينة، ده مجرد سامبل بس. أنت بتعمل تيستنج لسامبل، وعلى أساسه بتبني الريزلتس بتاعتك. ممكن تاخد سامبل مثلا للانفنتوري، سامبل للاكونت ريسيفبل، بس مش هتاخد ترانزاكشنز كلها، مش هتراجع كل حاجة 100%. فده بيديني للسامبلينج ايرور او السامبلينج ريسك، او سميه زي ما تسميه. لان ممكن يكون في ماتيريال ميس ستيتمنت ما تعرفش تكتشفها بسبب انك خدت سامبل. تاني حاجة ايه بتأدي للموضوع ان احنا ما ينفعش نبروفايد absolute assurance؟ تاني حاجة complex estimates. ايه هي الاستيميتس؟ estimates عارفين يعني توقعات، تنبؤات، تخمين. ايه هي complex estimates؟ دي بتكون في الاكاونتنج. هو في accounting estimates طبعا، زي ايه؟ زي ال allowance for doubtful accounts. هل انت لو تفتكر يعني ايه allowance for doubtful account الاول؟ انت مثلا بيبقى عندك account receivable، انت ليك فلوس، مثلا عملت سيلز وليك فلوس مثلا ب50,000، بس انت متوقع انك مش هتعرف تجمعهم كلهم، في ديون مشكوك في تحصيلها. هي دي ال allowance for doubtful account. فبتقوم حاطط تقدير، تنبؤ based on ال experience بتاعتك، او المانجمنت تبقى عامله تنبؤ based on ال experience بتاعتها، ان مثلا في allowance for doubtful account مثلا ب20,000. فبالتالي النت realizable value او الفاليو اللي هتتبقى بعد ما تشيل allowance for doubtful account هتكون متوقعة انها هتجمع كام؟ 30,000. فاللي عملته ده estimations. هل 30,000 دي بالظبط 1+1=2؟ لا، ده مجرد experience و estimations، بتكون طبعا complex ومش سهلة. فعشان كده الحاجات دي بيكون فيها لعب، دي اللي بتفتح مجال للفراد. الفراد اللي هو الغش والخداع. نعرف يعني ايه فراد دلوقتي، وفرق بينه وبين الايرور. ان الفراد ده بيكون خطأ مقصود، ده اللي هو النصب بقى والحاجات دي كلها. فالحاجات دي عشان متبقاش 1+1=2، وبتختلف من شركة للتانية، وبتبقى based on experience، فبرضه بتأدي لي لان مش هعرف provide absolute assurance. او depreciation methods.
depreciation methods ممكن شركة تستخدم ال straight line method، شركة تانية تستخدم double declining. وطبعا الشركة لما تستخدم depreciation method معينة لازم تكون ماشية بيها بشكل مستمر، مش النهاردة تصحى تقول استخدم كذا، بعد بكرة تصحى تقول استخدم كذا. فده الخلاصة من غير لا توعجن تفاصيل. ايه هي الاكزامبلز في النقطة دي؟ ال allowance for doubtful account و depreciation methods. ليه بهتم كل شوية عمال اقول لك examples؟ لان الدكتور كان مهتم بالاكزامبلز، وغالبا الامتحان هيطلب منك examples كتير، كل سؤال تلاقيه كاتب لك دعم اجابتك مع example، وهكذا ان شاء الله. تالت حاجة من اسباب ان انا ما اقدرش provide absolute assurance هي الفراد detection. ليه؟ ان بيبقى فيه fraud، ان مش كل الاخطاء بتكون غير مقصودة، بالعكس في اخطاء ممكن تبقى مقصودة. وان الفراد خصوصا لما يبقى جاي من المانجمنت بيكون صعب تكشفه. بس سيبك من الجزئية دي، ده جزئية تاتش مش موجودة في ماتيريال الدكاترة، سيبك منها. والاي اي حب يجود شوية. الفراد بيكون صعب للكشف و are often extremely difficult if not impossible for the auditor to detect. خصوصا اللي بيبقى موجود مع المانجمنت لما تيجي تحضر financial statement، لو فراد جاي منها بيكون صعب انه يتكشف. ده بشكل مختصر. طبعا انت بقى لازم تقرا الكلام كلمه كلمه، انا بقول لك يعني ممكن بقراش الكلام كلمه كلمه عشان ما اضيعش وقت الفيديو في قرايه، بحاول افهمك مش اقرا، فاهم قصدي؟ انما بقرا بقعد اسرح بقى ونطول موت الفيديو على الفاضي. طب ايه الفرق بين الايرورز والفراد؟ عمالين نقول فراد، وايه الفراد اصلا؟ وايه الفرق بينه وبين الايرور؟ الاتنين ميس ستيتمنتس، الاتنين دول ميس ستيتمنتس. يعني ايه؟ يعني اخطاء. ايه الفرق طيب؟ الايرور بيكون خطأ غير مقصود، الفراد بيكون خطأ مقصود. فالايرورز unintentional يعني غير متعمدة، مش مقصودة، مش عن قصد. حد عمل حساب calculation غلط بالغلط، جه يدخل مثلا بالانس في اكونت راح مدخله في اكونت تاني. حصل غلطة في السيلز انفويس، طلع الفاتورة بشكل غلط زي ما قلنا، مثلا راح ضرب لك سعر غلط مثلا او ايا كان وبيطلع الفاتورة. فالايرورز بخلاصة لازم تقول كلمة unintentional، هي ده الايرور بالظبط. unintentional misstatement of the financial statements. طب الفراد؟ لا ده بيكون intentional، deliberate intentional، بيكون متعمد. الغرض منه ايه؟ الخداع، الغش. زي ايه؟ احنا يعتبر لسه قايلين نوع منهم، من نوع من انواع الفراد لما قلت لك ايه، اللي هو الفرودولنت prepared financial statement. لما المانجمنت تتعمد لو هي بتيجي تعمل financial statement فتقوم عاملة يعني بتعملها بنصب، بتخدع، بتعمل ارقام مش مظبوطة، بيبقى بتعمد. هو ده الفرودولنت financial statement او financial reporting. ده اللي هو تاني نوع، ده احنا لسه قايلينه من شويه. طب اول نوع ده ايه هو؟ الميس appropriation of assets. الميس appropriation of assets ده بيكون اسمه الامبلوي فرود. يعني احنا دلوقتي عندنا نوعين من فرود، واحد امبلوي وواحد مانجمنت. واحد بيكون عن طريق المانجمنت نفسها، واحد بيكون عن طريق موظف شغال الامبلوي. وواحد بيكون مرتبط بفاينانشال ستيتمنت وفاينانشال ريبورتنج، والتاني بيكون مرتبط، او الاولاني بيكون مرتبط بالامبلوي فرود، اللي هي حاجات مش تبع preparing financial statement. ازاي؟ ده برضو بيتقال عليه defalcation او employee fraud. ممكن يتقال عليه defalcation fraud او employee fraud او misappropriation of assets، وده اسمه العنوان الاساسي اصلا. misappropriation of assets يعني سوء استخدام للاصول، سوء استخدام للاسيتس. زي ايه؟ عشان نفهم نقول مثال. حد كاشير، موظف، حصل عملية بيع، راح واخد الكاش في جيبه من غير ما يسجل عملية البيع، من غير ما يسجل الانتري مثلا، من غير ما يحط عملية البيع، من غير ما يعمل ريجستر للكاش. فاللي حصل ده اسمه employee fraud. المفروض خد الكاش يقوم مسجل، لا، هو باع، خد الكاش حطه في جيبه من غير ما يسجل، من غير ما تحصل اي انتري، من غير اي حاجة. تاني نوع من انواع الفراد الفرودولنت فاينانشال ريبورتنج، وده بيكون عن طريق المانجمنت، عشان كده اسمه مانجمنت فراد. لما المانجمنت تيجي تحضر القوائم المالية فبشكل متعمد بتقوم مغيرة البالانسز والأرقام، بتتلعب فيها. ازاي؟ ده بيكون intentional overstatement of sales near the balance sheet date to increase reported earnings. مثلا المثال اللي قاله الدكتور دلوقتي، عندك في المانجمنت الشركة
كانت بايعة برقم محدد، فهي عايزة تكسب الانفستورز، المستثمرين، تجذبهم ازاي؟ فتقوم حابة تزود الأرباح بتاعتها. يحصل ازاي؟ عن طريق انها تزود أرقام الإيرادات اللي هي الريفينيو. فهي عايزة تطلع ريفينيو أكتر، عايزة تبين financial statement، الانكم statement يكون فيها ريفينيو أكتر، توضح فيه ريفينيو أكتر، بالتالي البروفيت يبقى أكتر، بالتالي الانفستورز اللي هينجذبوا يكونوا اكتر. انا عارف ناس دلوقتي بتقول لك ايه، ده الناس بتحاول تقلل البروفيت عشان التاكس وما اعرفش ايه. لا، ما ندخلش بس في النقطه دي دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم هم عايزين يجذبوا مستثمرين، فدي من الطرق اللي هيستخدموها عشان يجذبوا مستثمرين. فيقوم جاي لك اخر السنه مثلا قبل ما تطلعوا البالانس شيت والقوائم الماليه في ديسمبر مثلا، ايا كان ديسمبر 28، ديسمبر 30، 31، ايا كان ما يهمنيش، يقوموا عاملين ايه؟ يقول لك يسجلوا عمليه بيع كريدت سيلز. واقول لك ليه دلوقتي كريدت، ليه مش كاش سيلز؟ ويجوا تاني سنه، طبعا الكريدت سيلز دي ما حصلتش، ده هم من دماغهم كده راحوا حاطينها عشان تبين في الانكم ستمنت، تزود تقول طب النصيحه دي ما هي هتتكشف بعد كده. يقول لك هيجوا بعد كده في السنه اللي بعدها، في اول السنه اللي بعدها، في جان 1 2026 مثلا، نفترض ان الكلام ده كان 2025، يجوا في 2026 يقوموا قايلين لك السيلز دي خساره، ايه ده؟ ده حصل سيلز ريتيرن اند الاونس. يعني ايه سيلز ريتيرن اند الاونس؟ يعني المبيعات دي رجعت، فبالتالي يعني خلاص مش هتبقى موجودة، كأنها ما حصلتش أصلا. يجوا السنة الجاية يقوموا لاغيينها، يقولوا إن حصل ريتيرن فيلغوها. طب استفادوا إيه؟ استفادوا إن في القوائم المالية بتاعت 2025 في الانكم ستيتمنت كان عندي بروفيت أكتر. طب ده مش بروفيت حقيقي، استفدت إيه برضو؟ استفدت إن أنا زغللت عيون المستثمرين وجذبت انفستورز ليا. واجي السنة الجاية يا عم أعمل سيلز ريتيرن وأفترض إنها كأنها كانت اتباعت ورجعت وخلاص، دلوقتي مبقاش ليها أثر. بس كان يهمني ان انا اقوم مزود الريفينيوز، بالتالي ازود البروفيت. طب هتقولي اشمعنى كريدت، ليه مش كاش سيلز مثلا؟ ما هيقوم بنفس الدور. ما هو لو كاش سيلز ده معناه ان انت بتقول ان الكاش زاد، وريني الكاش اللي زاد، ده هيبقى سهل انه يتكشف اكتر. لكن كريدت سيلز اقول لك ده انا ليا فلوس بعت وليا فلوس، طلع لي انت بقى الدليل ان انا ما بعتش. فاهم قصدي؟ وانا اجي السنه الجايه عشان الغي اثر اللي حصل، اقوم عامل ان حصل سيلز ريتيرن وان اللي بعته ده رجع وخلاص كده، ولا كأن حاجه حصلت. فالحاجات دي بتكون صعبة انها تتكشف، عشان كده بنقول ان المانجمنت فراد ده من امثلة المانجمنت فراد اللي هي اثناء اعداد القوائم المالية. المانجمنت فراد ده بيكون من اصعب انواع الفراد ان الاوديتور يكشفه، على عكس مثلا الامبلوي فراد بيكون اسهل شوية وهكذا. طب ايه هي الريسبونسبيلتي على الاوديتور ناحية الماتيريال ايرور؟ طبعا هنتكلم عن الماتيريال، سواء ايرور او فراد. احنا قلنا الاوديتور يهمه انه يكشف الماتيريال، ديتكتنج الماتيريال. ناحية الماتيريال ايرور والماتيريال فراد، اكيد انه تو ديتكت او ديتكتنج الماتيريال ايرور والماتيريال فراد. بس قبل ما ندخل الجزئيه دي، ده جزئيه المفروض كانت تبقى قبل جزئيه الايرور فراد، انا ما لقيتلهاش مكان، كنت هخليها في صفحه فاضيه لوحدها، فقلت ايه، حطها هنا وخلاص كده. ايه البروفيشنال سكيبتيزم؟ البروفيشنال سكيبتيزم دي فكرتها او معناها الشك المهني. الشك المهني. طبعا ما بحبش اكتب، ما بحبش اسيب ماتيريال فيها كلام عربي عشان انت تتعود على المصطلحات اللي بالانجلش، ما تجيش في الامتحان تفتكر المصطلح العربي وتنسى الانجليش. لكن انت لو عايز تكتب النوتس ورايا فابقى اكتب بقى مثلا ترجمة كلمة معنى كلمة، في حاجات مثلا سهلة بالترجمة العربي هتبقى أوضح أكتر وهكذا. ده معناه إن الأوديتور يكون دايما عنده شك، يكون دايما عنده، عارف انت اللي هو شخص عنده كريتيسيزم كده، حاطط عينه وسط راسه كده. يكون دايما عنده عقلية بيشكك في أي حاجة بيشوفها، تكون مثلا مثيرة للشك، مثيرة للريبة. بيسأل كتير، يكون حتى من الحاجات اللي كانت مكتوبة بس اتشالت، يعني الدكتور قال مش محتاجين التفاصيل دي كلها، ان يكون عنده questioning mind، يعني عقلية بتحب تسأل كتير، تحقق كتير، مش اي evidence تتاخد كده وخلاص، وبيعرف ينتقد ال evidence، ينقي ال evidence وهكذا. فعلينا هما الكلمتين دول بس في البروفيشنال سكيبتيزم، ما فيهاش رغي كتير. الاوديتنج ستاندرز بتطلب من الاوديتور انه provide reasonable assurance. ازاي؟ عن طريق انه يعمل detecting للماتيريال والماتيريال ايرور والماتيريال فراد. طب ده يحصل ازاي؟ عشان يحصل لازم يكون عنده الاتيتيود اوف بروفيشنال سكيبتيزم في كل الاسبكتس. ده كده الخلاصه بتاعت البروفيشنال سكيبتيزم، انت فهمت فكرتها.
الاوديتورز ندخل بقى نكمل الكلام التقيل، اللي هو الاوديتورز responsibilities for detecting material error، وبعدها نشوف الاوديتورز responsibilities for detecting material fraud. على فكرة هو هيبان كلام رغي كتير، بس انت مجرد ما فهمت فكرتها خلاص يعني ان شاء الله. الجزئية بتاعة الماتيريال ايرور مفيش كلام كتير يتقال، مفيش شرح كتير اقوله. هما الكلمتين دول بس، تقول له ان others spent a great portion of time، يعني spent much time، بلاش مش عايزة great portion of time، اقول much time planning and performing audits to detect ايه ال unintentional mistakes made by management employees include mistakes calculations معرفش ايه كذا كذا. ليه unintentional؟ لازم تقول له unintentional اللي انت بتتكلم على error. لو قلت له intentional يعرف انك مش فاهم حاجة وصفر على طول، لان الايرور بيكون unintentional. وطبعا احنا بنتكلم على material error، فبيكون ليه تأثير جوهري وبيأثر على financial statement وهكذا. وتقول له أمثلة ما زي mistakes in calculations، أخطاء omissions، miss معرفش ايه misapplications of accounting standards، ما اتطبقتش بشكل كويس accounting standards، حصل خطأ في الحسابات. حاجات كلها unintentional بس material. ما انت لو ما طبقتش ال accounting standards دي مشكلة، دي حاجة material بس ممكن تحصل عن طريق unintentional. وغالبا الماتيريال، الحاجات الماتيريال بتبقى افراد اكتر يعني من الايرور، لان الحاجات الماتيريال بيكون لها تأثير كبير على الفاينانشال ستيتمنت، دي بتكون غالبا متعمدة. بس برضو في ماتيريال ايرور برضو بيكون حاجات غير متعمدة. تعالى بقى نكمل الماتيريال فراد. ده كده خامس ريسبونسابيلتي عند الاوديتور. احنا بدأنا فين وقفنا فين؟ دلوقتي في الاوديتور ريسبونسابيلتيز خدنا كلمتين عن مانجمنت ريسبونسابيلتيز، معناش عليها كلام كتير الحمد لله. الاوديتورز ريسبونسابيلتيز اول حاجه الماتيرياليتي، وان احنا نديكت الماتيريال والاماتيريال ميس ستيتمنت. لا، نديكت الماتيريال ميس ستيتمنت. الاماتيريال ما تهمناش قوي ان احنا نعملها ديتكتنج. وعرفنا لازم تعرف الفرق بينهم، لما يجي يسالك عن اوديتورز ريسبونسابيلتي في جزئيه الماتيريال والاماتيريال لازم تقول له الفرق بينهم، بين الاماتيريال والماتيريال. طب الاوديتور بيعمل ريزونبل اشورنس ناحيه ايه؟ ناحيه الماتيريال، بيركز على الماتيريال. تمام. طب بعدين reasonable assurance، قلت لك ليه reasonable؟ ليه مش absolute assurance؟ ليه مش 100%؟ ليه درجة عالية بس مش 100%؟ عشان تلات حاجات اللي هما sampling error، complex estimates، والfraud detection. وقلنا الكلام اللي في كل واحدة والexamples اللي في كل واحدة مهمة جدا، زي الexample بتاع ال allowance أو depreciation. فده كده تاني responsibility. أول responsibility كانت بتاعت ال materiality وال material immaterial. تاني responsibility على الauditor كانت reasonable assurance. تالت responsibility professional skepticism. رابع responsibility فرقنا قبل ما يدخل في responsibility بين الايرور والفراد، وقلت لك الأمثلة الموجودة على الايرور والأمثلة الموجودة على الفراد. وقلت لك إن في responsibility على الأوديتور إنه يعمل material detecting للماتيريال ايرور، وخامس responsibility إنه يعمل detecting للماتيريال فراد. انت هتلاحظ ان الكلام اصلا متكرر شبه اللي احنا قلناه من شوية في الفرق بين الايرور والفراد. وهتلاقي فيه امثلة كتير، لو هو ما قيدكش بامثلة معينة او عدد امثلة، اذكر الاول الامثلة اللي قلناها في الاول وبعدين اذكر الامثلة دي واللي تفتكره، يعني فاهم قصدي؟ المهم تفتكر امثلة صح، ما تألفش، حاول ما تألفش من دماغك على قد ما تقدر. حاولت افهمك الامثلة دي، حاول تكتب الامثلة اللي قلتها. في حاجات قلت لك في مرونة، يعني ممكن تكتب مثلا بدل قلت لك نوت ريكوردنج كنت ممكن تكتب نوت ريكوردنج اي اكسبنس سالري زمان كان ماشي. في حاجات الافضل تكتبها زي ما هي. فال الاوديتور، احنا قلنا الاوديتور makes no distinction between the auditor's responsibility standards، ما بتميزش بين responsibility على الاوديتور انه يكشف الماتيريال ايرور او ماتيريال فراد. يعني ايه؟ يعني الاوديتور وظيفته انه يكشف الاتنين، ماتيريال فراد وماتيريال ايرور، مش ماتيريال فراد بس مثلا، ولا ماتيريال ايرور بس. طب زي ايه الماتيريال فراد؟ او ايه انواع الماتيريال فراد؟ احنا لسه قايلينها. لسه قايلين اول نوع ميس ابروبريشن اوف اسيت، وده كان employee fraud. وفي نوع بيبقى عن طريق المانجمنت، وده بيكون اصعب في انه يتكشف، اللي هو الفرودولنت فاينانشال ريبورتنج او المانجمنت فراد. ده بيكون وقت تحضير الفاينانشال ستيتمنتس، او مرتبط بالبريبيرنج اوف الفاينانشال ستيتمنتس. نبدأ بالميس ابروبريشن اوف اسيتس. هتلاقي كلام متكرر بيقول لك ان الاسيتس ار ميس ابروبريتد، بيتم اساءة استخدامها، وان الستوك هولدرز والكريديتورز والناس دول كلها بيتضروا بسبب سوء استخدام الاسيتس. ولازم نميز بين كده وده. الفكرة في الأمثلة بقى، الأمثلة من أهم الحاجات. كلمتين في الأول قولهم بطريقتك براحتك. theft was theft discovered by misstating assets.
يعني ايه المثال ده كله على بعضه، بدل ما اقعد اقرا انا اقول لك الخلاصه اللي فيه. كاش كولكتد فروم ما اعرفش ايه، بس نوت ريكوردد، والاكونت ريسيفبل نوت كريديتد. دلوقتي انت كان عندك عميل، كنت بايع له حاجه، كنت بايع له حاجه كريدت سيلز، تمام، مسجل اكونت ريسيفبل. فهو جه بعد فتره دفع لك الفلوس اللي عليه، واداك الفلوس اللي ليك. فانت المفروض تعمل ايه؟ المفروض تقوم مقلل الاكونتس ريسيفبل وتزود الكاش، تسجل الكاش. فانت رحت ايه، واخد الكاش في جيبك، لا قللت الاكونتس ريسيفبل، عشان كده بقول لك ايه accounts receivable wasn't credited، ولا سجلت الكاش ريسيت اللي استلمته. حطيت الفلوس في جيبك كده وخلاص. طب ممكن اصلا العميل ده ما كانش شاري منك قبل كده اون كريدت، ممكن هو اصلا جاي يشتري منك سيلز، كاش سيلز، بعت حاجة كاش، اداك الكاش، حطيته في جيبك، ما سجلتش العملية اصلا، يعني حتى مش كانتش مباعة قبل كده، لا. الاتنين دول شبه بعض اوي. الفكرة ان في واحدة في الاصل كانت account receivable اصلا، انت ما قللتش account receivable لما استلمت الكاش. في واحدة هو اصلا السيل ما كانش كريدت سيل، لا هو كان كاش سيل. بس نفس المبدأ نفس المفهوم. واخر بوينت بيقول لك ان لما تعمل discovering للسيلز للثيفت ولا ايه، للسرقة اللي حصلت دي، المفروض ده بيكون متوضح في الانكم ستيتمنت والنوتس، توضح الميس ابروبريشن اللي هو سوء استخدام الاسيتس ده. دي الخلاصة. ملاحظ ان الكلام متكرر فكرة، بس هم زودوا مثال وخلوا لك على شكل مرة كريدت سيلز ومرة كاش سيلز، ومطوا الكلام شوية، لكن نفس الفكرة يعتبر. الفردلنت فاينانشال ريبورتنج اللي هي المانجمنت فراد، نفس الفكرة برضو، نفس المثال اللي قلناه بتاع ال overstatement of sales near the balance sheet date to increase the reported earnings، عشان نزود ال reported earnings. وحبذا لو تجيب له المثال اللي قلناه، مثال الرقمي ده، يعني هتلاقي الجزئية بتاعت ال error versus fraud، والجزئية بتاعت ال detecting material error و detecting material fraud، الاتنين يعتبر حاجة واحدة. لما يجي يسألك عن الاتنين دخلهم في بعض، وما تكررش الكلام طبعا، يعني فاهم قصدي. دي حتة ال overstatement of sales، انك تدي السيلز رقم حقيقي مش حقيقي، رقم اكتر من اللي هي المفروض تكون عليه، عشان تزود البروفيت وهكذا والايرنينجز، فتجذب المستثمرين. طب او ممكن تعمل اوميشن لنوت مهمة ما تكتبهاش في الديسكلوجر. الديسكلوجر بيبقى فيه في الفاينانشال ستيتمنتس حاجة كده، عارف انت، زي نجمة كده واستريكس، بيقول لك لو رحت لها هتلاقي بيقول لك شويه نوتس، هي مش جزء يعني يعتبر جزء من فاينانشال ستيتمنت، بس مش موجوده في الفاينانشال ستيتمنت نفسها، لا هي مرتبطه بالفاينانشال ستيتمنت، مرتبطه مثلا بالانكم ستيتمنت. تلاقي عند الريفينيو مثلا، عند السيلز ريفينيو، في نوت كده، في علامه نجمه توضح لك ان هنا يبقى في نوت، حصل كذا كذا، مثلا عملنا كذا كذا، ايه سبب كذا كذا. او عند الانفنتوري مثلا، في نوت كده بتوضح لك ايه الانفنتوري دي متقسمه لايه، قد ايه مثلا finished goods، قد ايه work in process inventory، قد ايه قد ايه اسمها ايه ماتيريال، قد ايه ماتيريال انفنتوري رو ماتيريال. فدي معنى الديسكلوجر. المهم، فاي اوميشن لحاجه مهمه، يعني اوميشن يعني تجاهل، يعني حاجه المفروض تتعمل انت ما كتبتهاش، حاجه المفروض تتكتب انت ما كتبتهاش، حاجه المفروض تتقال انت ما قلتهاش. ده معنى الاوميشن، ان انت تجاهلت حاجه. ده بيعتبر برضو من المانجمنت فراد. بقى لنا اخر responsibility عند الاوديتور، ندخل في الجزء التاني. الجزء التاني لذيذ ومش هنطول فيه باذن الله، اللي هو management assertions. شوف اخر responsibility للاوديتور. كده احنا خدنا ايرور وخدنا فراد. تالت بوينت الليجال اكتس. يعني عادة ممكن يطلب لك ايه لما نيجي نشوف الاسئلة ان شاء الله. انا مفيش اسئلة زي ما قلت لك، بس نيجي نشوف الاسئلة باذن الله في المراجعة. هتلاقي ايه؟ ممكن يقول لك compare between الايرور والفراد والillegal acts. فلازم تكون عارف التلاتة، تعرف تتكلم على التلاتة مع بعض وما تلخبطش بينهم. ايه ال illegal acts؟ ال illegal acts دي بتكون مرتبطة بالقوانين واللوائح laws regulations، بتكون متقسمة. طبعا يبقى اقرا انت بقى الكلمتين دول. في كلام زي ما قلت لك انا مش بقراه اختصارا للوقت، لان هو مفهوش رغي، مفهوش كلام كتير يتشرح. انا بحاول اقرا او اركز معاك في الحاجات اللي محتاجها فهم، اللي صعب عليك تفهمها لوحدك، عشان ما نمطش الفيديو على الفاضي. في نوعين من الليجال اكتس او الجزئيه بتاعه اللوز والريجوليشنز. في اللي عنده direct effect on financial statements، وفي indirect effect on financial statements. ايه كل واحده فيهم؟ اهم حاجه في كل واحده فيهم الاكزامبلز في كل واحده. ده برضو جزئيه تاتش زياده ولازم يجاوب من عنده، سيبك من دي. بس كده.
ما تخافش اي حاجه زياده ابقى شايلها ان شاء الله، مش سيب لك اي كلمه زياده عن كلام الدكاتره وعن الماتيريال. الفيوليشن او الليجال اكتس دي اللي هي فيوليشن بتكون يعني تعدي القانون، عدم التزام بالقانون، انتهاك القوانين واللوائح ايا كان. الفيوليشنز دي يا اما يكون عندها دايركت او اندايركت افكت. بتصنف على اساس ايه؟ الدايركت افكت بيندرج تحت ايه؟ التاكس لوز والمينيمم سالاري لوز. التاكس قوانين الضرايب، وقوانين المينيمم سالاري اللي هي الحدود الادنى للرواتب والاجور والحاجات دي كلها. الاكزامبل زي ما قلت لك بتبقى مهمه، يعني بأهمية الكلام نفسه، أهمية التعريف نفسه أو أيا كان. ودي tax laws directly affects ال income tax expense وال income tax payable. طبعا الضرايب بتفرق، بتأثر على ال income tax expense وال income tax payable. مش هندخل بقى دلوقتي في محاضرة taxation يعني. فال illegal act في الجزئية دي إنك ممكن ما تلتزمش بالتاكس لو، ما تظبطش ال income tax payable، التاكس اللي عليك، تتعدى تعمل violation للتاكس لو قوانين ضرايب، أو violation للمينيمم سالري لو، الحد الأدنى مثلا ما أعرفش 5000 6000 7000 أيا كان، أنت متلتزمش بالحد الأدنى ده اللي هو minimum salary. ده كده اللي يندرجوا تحت ال direct effect on financial statements. طب اللي يندرجوا تحت ال indirect effect on financial statements، ال operating licenses terms. operating license دي اللي هي رخص التشغيل، إن أنت عشان تفتح بيزنس في مجال معين، مثلا تعمل بيزنس في مجال معين، في مجال معين بتحتاج رخصة، فهي دي ال operating license. أو تنتج منتج معين أو أيا كان، أو ال civil right laws أو ال employee safety requirements. هي كلها يعني مفيهاش رغي كتير، هي مجرد فاهم أمثلة: tax laws، minimum salary law. هنا عند ال indirect اللي بيكون ليه indirect effect: operating license، civil law، civil rights law، ال employee safety requirements. بس كده. حاول تاخد الموضوع ببساطة، ما تقعدش بقى تتوه نفسك كتير. طب ايه وظيفة الاوديتور؟ انه يتأكد ان يكون في compliance وان المانجمنت مظبوطة مع prevent ال violations، ما يكونش فيه اي violations. دايما التركيز بيكون على ايه الاول؟ على الدايركت افكت. طب ليه بالمناسبة صحيح ليه اسمها دايركت و indirect؟ الدايركت افكت on financial statements يعني تأثر بشكل مباشر على الارقام بتاعة الفاينانشال statements والحسابات بتاعتها. زي ايه؟ دلوقتي التاكس لوز ده هتحدد ال income tax expense بتاعك، ما هو في taxes expense بتدفع، فده يأثر على الانكم ستيتمنت ويأثر على حاجات كتير، يأثر على البروفيت وهكذا. زي ايه تاني؟ برضو زي مينيمم سالاري لو، السالري اللي بتدفعه ده برضو اكسبنس، فده بيأثر بشكل مباشر على الفاينانشال ستيتمنت. فالقوانين المرتبطة بالرواتب والكلام ده برضو بتأثر على، ليها تأثير مباشر على الفاينانشال ستيتمنت وفايوليشنز بتاعتها. ده من ضمن الليجال اكتس، انك تعمل فايوليشن او انتهاك للقوانين دي. طب الاندايركت ليه اسمها اندايركت؟ لانها مش هتأثر بشكل مباشر على الفاينانشال ستيتمنت، عشان كده بقول لك الأولوية بتبقى للدايركت. فهي مش هتأثر بشكل مباشر على الفاينانشال ستيتمنت، بس هيكون ليها تأثير بعد كده، هيكون ليها عواقب باختصار. زي ايه؟ زي الاوبريتنج لايسنس تيرمز. انك مثلا لو ما خدتش رخصة مثلا والموضوع ما كانش قانوني كنتش ماشي بشكل قانوني، والشروط ما كنتش مطبقها في البيزنس بتاعك، فده هيؤدي بعد كده مثلا لغرامات، اي نوع من انواع العواقب اللي ممكن يأثر عليك بعد كده. عشان كده اسمها indirect effect. اخر جزئية فيها 3 اجزاء بس كلهم هتلاقيهم شبه بعض، فمجرد ما هتفهم اول واحدة ركز معايا كويس بقى في اول واحدة، ان شاء الله اول ما تفهمها اتنين التانيين اضمن لك انهم باذن الله خلاص اتفهم. المانجمنت assertions. management assertions or expressed representations بلا management about classes of transactions. عندنا 3 انواع من المانجمنت assertions بعيدا عن اللي العجين ده كله. اول نوع من المانجمنت assertions بيكون خاص بالtransactions classes of transactions and events. تاني نوع account balances. تالت نوع presentations and disclosure.
يا نهار ابيض، أنا الفيديو فتح مني بقاله شويه، مش مشكله عادي. انا كنت عايز اوريك الديسكلوجرز، انا جهزتها بس المفروض كنت موقف الفيديو، بس هو فتح مش مشكله. عشان نشوف الديسكلوجرز برضه، عشان الناس تسأل عن ايه disclosures. اول جزئيه classes of transactions و events. يعني ايه اصلا بقى management assertions؟ يعني ايه assertions؟ يعني ايه التأكيدات دي بتاعه المانجمنت؟ هتأكد في 3 جزئيات او 3 categories زي ما هو مقسمها. اول كاتيجوري بتكون مرتبطه تأكيدات خاصه بالترانزاكشنز والايفنتس. هتأكد على ايه بالظبط؟ مش فاهم برضو. دي فيها 5 points هنأكد عليهم، 5 نقط هنأكد عليهم. اول نقطه occurrence. يعني ايه occurrence؟ يعني هتتأكد ان كل اللي متسجل حصل. كل الترانزاكشنز اللي متسجلة حصلت. حاول تكتب ده هيساعدك. كل الترانزاكشنز اللي متسجلة حصلت. الكلام اللي تحته هتلاقي نفس المعنى اللي احنا قلنا. recorded transactions actually occurred during the period. الحاجات اللي متسجلة transactions متسجلة recorded فعلا حصلت في خلال الفترة اللي بنحضر فيها القوائم المالية. زي ايه؟ افرض مثلا من الأمثلة ان سيلز مثلا ب10 تلاف، بس لسه اصلا ما نوت شيب ديت، ما وصلناهاش، ما العميل ما استلمهاش اصلا لسه. فده المفروض ما تتسجلش لحد ما العميل يستلمها مثلا. ده مثال قاله الدكتور. فالخلاصة ان كل الترانزاكشنز اللي متسجلة تكون حصلت فعلا. طب تاني نقطة، ان كل اللي حصل متسجل. اول واحدة كان كل اللي متسجل حصل. دي كده كل اللي متسجل حصل. كل اللي متسجل حصل. تاني واحدة كل اللي حصل متسجل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تبيع مثلا حاجة خلاص العميل استلم كل حاجة وما تسجلش السيلز دي. او ما ينفعش مثلا تشتري حاجة، تشتري مثلا اسيت وما تسجلوش، او ما تقللش الكاش. او مثلا انت حصل 3 expenses مثلا، ما ينفعش تسجل 2 منهم وتسيب التالت. لازم كل اللي يحصل تسجله، كل اللي حصل لازم يبقى متسجل. لازم كل اللي حصل يبقى عنده transactions، يبقى انت مسجله في transaction عندك. في كلمة مهمة إن يكون no emissions، من الكلمات اللي الدكتور ركز عليها. no emissions يعني ما يكونش فيه أي تجاهل لأي حاجة حصل. all sales of goods and services are recorded in sale of كذا مثلا، أي رقم من عندك ده رقم عشوائي. shipped خلاص واستلم من العميل should be recorded لازم تسجله. انت فهمت الفكرة، اكتب بطريقتك بقى. ف all transactions that should be represented أو should be presented موجودة، أي transaction المفروض يكون موجود فعلا included، وانت حطيته وما عملتش omissions خالص. طب تالت حاجة الاكيورسي. يعني ايه الاكيورسي؟ اقول لك برضو بنفس الطريقة اللي قلناها في الاتنين اللي قبلهم. اول واحدة قلنا ان كل occurrence يعني كل transactions اللي متسجلة حصلت، كل اللي حصل متسجل. تاني واحدة كل اللي حصل متسجل. اول واحدة كل transactions المتسجلة حصلت، يعني كل اللي متسجل حصل. انت ما سجلتش حاجة ما حصلتش. ما ينفعش تسجل ان انت بعت ب500 ألف وده ما حصلش مثلا. لكن تاني واحدة ما ينفعش حاجة تحصل اكسبنس يحصل او سيل يحصل من غير ما تسجله. فأول واحدة كل اللي متسجل حصل بالفعل، ما سجلتش حاجة ما حصلتش. تاني واحدة كل اللي حصل متسجل، ما ينفعش حاجة تحصل من غير ما تسجلها. تالت واحدة كل الترانزاكشنز او كل اللي متسجل. بص حاول تكتب قريب عشان أنا مش عارف اكتب بشكل واضح. كل الترانزاكشنز تكون متسجلة بالكوريكت اماونت. كل الترانزاكشنز او كل اللي متسجل متسجل بايه؟ بالكوريكت اماونت، بالمبلغ الصح، بالمبلغ المظبوط، المبلغ الصحيح، بالكوريكت اماونت. ما ينفعش تبيع، ما ينفعش مثلا تعمل سيلز بكريدت سيلز مثلا. قلنا دي اللي بيحصل فيها تلعب اكتر. ما ينفعش مثلا تعمل كريدت سيلز ب10 تلاف وانت تروح تسجلها مثلا ب30 ألف. لا غلط طبعا. يبقى انت كده مش accurate، لازم يكون عندك الاكيورسي. طب رابع واحدة في الكلاسيفيكيشن
ان كل المتسجل متسجل في الكوريكت اكاونت. يبقى كل الترانزاكشنز، اكتب ورايا، كل الترانزاكشنز متسجلة في الكوريكت اكاونت، الاكاونت الصحيح، الحساب الصحيح. ما ينفعش كريدت سيلز انت تروح تسجلها كاش مثلا، لا ده كده مش كوريكت اكاونت. كده اول واحدة ايه؟ كل اللي متسجل حصل بالفعل، كل اللي متسجل حصل، كل الترانزاكشنز اللي متسجلة حصلت، دي كده الاوكيرنس والمثال اللي عليها. تاني واحدة الكومبليتنس ان ما يكونش فيه omissions no omissions. يعني ايه؟ يعني كل اللي حصل متسجل، مفيش حاجة حصلت من غير ما انت ما سجلتهاش، لازم تكون مسجلها، كل اللي حصل متسجل. تالت واحدة الاكيورسي، كل الترانزاكشنز اللي متسجلة بالكوريكت اماونت، بالمبلغ الصحيح. رابع واحدة الكلاسيفيكيشنز، كل الترانزاكشنز اللي متسجلة فين؟ في الكوريكت اكاونت. يبقى الاكيورسي بتتكلم على الكوريكت اماونت، الكلاسيفيكيشن بتتكلم على الكوريكت اكاونت. اخر واحده الكات اوف بتتكلم على الفتره الزمنيه، كل الترانزاكشنز متسجله في الفتره الزمنيه الصحيحه، في الفتره الزمنيه الصحيحه الصحيحه. transactions are recorded in the correct period. زي ايه؟ زي سيلز مثلا حصلت في ديسمبر 28، مينفعش انت تروح تسجلها في في شهر واحد السنة اللي بعدها، لا، حصلت في ديسمبر يبقى تسجلها في ديسمبر. كل حاجة بتسجل في الفترة بتاعتها. طولت ليه في دول وقعدت أعيد وأزيد فيهم؟ لأن التانيين هتلاقيهم تكرار ليهم بمصطلحات مختلفة. وحاول تكتب الجملة العربي اللي قلتها عند كل واحدة فيهم، هتساعدك جدا إن شاء الله. الاكونت بالانسز، يبقى اول حاجه ايه؟ عملنا assertions، تاكيدات على الترانزاكشنز والايفنتس، classes of transactions and events. تاني واحده على الاكونت بالانسز، المانجمنت لازم تكون في عندها تاكيدات على الاكونت بالانسز. ازاي؟ اول واحده الاكزيستنس، دي شبه الاوكيرنس، حتى الترجمه بتاعتهم يعتبر حاجه واحده على فكره يعني. occurrence حاجه حصلت، existence حاجه اللي هي موجوده. فالاكزيستنس نفس فكرة الاوكيرنس، اللي هي ايه؟ ان كل اللي حصل، ان كل اللي متسجل حصل. يعني ما ينفعش تسجل حاجة مش موجودة اصلا. بس هتلاقي في حتة الاكزيستنس بقى فكرة، احنا دخلنا في الاكونت بالانسز، فهتلاقينا بنتكلم على ايه؟ assets liabilities equity، مش بنتكلم عن transactions. ما تجيش هنا تقول له ايه transactions لو انت حافظ مش فاهم، لا، احنا بنتكلم على ايه؟ balances بتاعت ايه؟ accounts اللي هو بتاعت ايه؟ assets liabilities equities. وتقول له ان البالانسز بتاعت الاسيتس والايكويتي اللي موجوده في البالانس شيت actually existed in the balance sheet دي. يعني في خلال الفتره دي فعلا ده حصل، ان كل الاكونتس دي البالانسز بتاعتها فعلا موجوده في خلال الفتره اللي بتطلع فيها البالانس شيت. ولو بطريقتك بقى عايز تحفظ الكلام المكتوب هيبقى سهل انك تحفظه. زي ان الانفنتوري included in the balance sheet exists and is available for sale. مينفعش تحط بالانس الانفنتوري تقول احنا عندنا انفنتوري ب50,000، وانا اروح اشوف المتاح للبيع عندي، اروح المخزن بتاعي الاقي لا مفيش اصلا غير 10,000. انت ليه بتحط لي بالانس مش موجود اصلا؟ فلازم يكون عندك existence، مبدأ الاكزيستنس، وتكون متأكد ان كل الاكونتس البالانسز بتاعتها فعلا حصل. طب تاني واحدة الكومبليتنس، نفس فكرة الكومبليتنس اللي قبلها. يعني ايه؟ احنا قلنا في اللي قبلها ان كل الترانزاكشنز او كل اللي حصل يبقى متسجل. هنا بقى عشان نقول ترانزاكشنز، هنا نقول ايه؟ ان all accounts والamounts لازم تبقى that should be presented، اللي المفروض تظهر تبقى فعلا موجودة، او مفروض تحطها فعلا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حاجة بالانس مثلا، ما ينفعش يبقى عليك مثلا نوتس بيبل مبلغ كذا وانت ما تروحش تسجلها، لا، طالما انت عليك ديون معينة فتقوم مسجلها على طول نوتس بيها. ليه؟ عشان يبقى عندك completeness، ان كل اللي حصل يبقى متسجل. نفس الفكرة احنا قبلها قلنا في كل completeness ان كل اللي حصل متسجل. هنا نفس الفكرة، كل اللي حصل متسجل. بس هنا نتكلم عن ايه؟ ما تقولوش transactions، تقول له ايه؟ accounts or amounts that should be presented or included، وتدي له مثال. زي ايه مثال؟ زي النوتس بيبل يبقى فيها كل الاوبليكيشنز اللي عليك، ما ينفعش يبقى عليك مثلا ديون وانت ما تروحش تسجلها عليك بيبل، لا، لازم تسجلها. وما يكونش فيه اي omissions. completeness لازم تقول له no omissions.
الكلمة دي الدكتور بيحبها، فتقول له على طول no omissions عند completeness، يعني ما تجاهلتش اي حاجة، انت مسجل كله. النوتس بيبل بتعبر لك عن فعلا الديون الحقيقية، يعني ديونك كلها موجودة، ديونك كلها متسجلة اصلا. ميبقاش عليك 100,000 وانت تروح تحط لي نوتس بيبل ب50,000، لا لازم تحطها 100,000 اللي عليك. include all obligations. طب ال valuation وال allocation. valuation وال allocation شبه حتة ال correct amount. فاكر الحاجة اللي قلناها بتاعت ال accuracy لما قلت لك ان كل ال transactions تبقى متسجلة بال correct amount؟ هنا مش هنقول transactions، هنا بنتكلم على accounts. قلت لك الحتة بتاعت ال account balances بنتكلم على accounts و amounts. فهنا ان ال accounts تكون بال appropriate amount او ال correct amount. عايز تكتب correct amount مفيش مشكلة، انت حافظها على اسمها correct amount، اكتب correct amount مفيش اي مشكلة خالص. ازاي تكون correct amount؟ يعني توضح ال fair value او net realizable value. ازاي ينفع يبقى في depreciation وانت ما تحطوش؟ لازم توضح البوك فاليو بتاعتك في الفيكسد اسيتس. دلوقتي الفيكسد اسيتس بيكون ليها كوست، هيستوريكال كوست، وبيكون ليها accumulated depreciation. فلازم توضح له ان الفيكسد اسيتس بتساوي كوست ماينس accumulated depreciation، ونقصد ايه اللي هو البوك فاليو. طب الاكونتس ريسيفبل، احنا قلنا بيبقى فيه بالانس، الاكونتس ريسيفبل بيبقى فيه allowance. فانت المفروض لو عايز تعرف net realizable value بتاعت accounts receivable، القيمة الصافية بتاعتها، هتبقى البالانس بتاع الاكونتس ريسيفبل ماينس الالاونس فور doubtful account. لان مش كل الديون انت متوقع انك تحصلها، في ديون مشكوك في تحصيلها، في ديون انت متوقع انك مش هتحصلها. وان الانفنتوري بتتسجل بالكوست، محدش يروح يسجل الانفنتوري بالسعر اللي هيبيع بيه، لا انت بتسجلها بالسعر اللي اشتريت بيه، التكلفة بتاعتها، فاكر اللي هي كوجز. فانت الانفنتوري valued at cost. فكل حاجة لازم تسجل بالappropriate amount او correct amount. هنا برضو في جملة تقريبا انها ال fixed asset بتبقى ليها historical cost و computed depreciation. في جملة نظري مش عارف هي متشالة، ابقى احطها برضو ان شاء الله. فبقرا بي دي اف مهم تقرا كل كلمة فيه. رابع نقطة rights and obligations. احنا فين في الاكونت balances؟ عندنا تلاتة assertions. اول assertion كان transaction و events، تاني حاجة كانت account balances، رابع نقطة فيه ال rights و obligations. خلاصته ايه؟ انك تعرف ان ال assets بتعبر عن ال rights of the company، وان ال liabilities بتعبر عن ال obligations. الالتزامات هي ايه؟ ال liabilities. الحقوق ال rights بتاعت الكومباني هي ايه؟ ال assets. دي الخلاصة. اتا given date. بس كده، دي خلاصتها. توضح ان ال assets هي ال rights بتاعت الكومباني، ال liabilities هي ال obligations. مش محتاجة شرح. آخر حاجة assertions about presentation and disclosure. يعني ايه؟ احنا قلنا presentation ده العرض. عرض ايه؟ presentation بنعمل presentation لايه؟ قوائم مالية. والديسكلوجر الإفصاح. إفصاح في ايه؟ إن يكون في شفافية، يكون في نوتس واضحة، أي نوت محتاجة توضحها توضحها. زي ما قلنا مثلا عندك مثلا بيقول لك ايه financial statement، ده كتبت على جوجل financial statement disclosure inventory، كاتب لك ايه؟ ان الكومبانيز لازم يكون عندها نوت الطريقه اللي بتستخدم بيها مثلا البيسس، الكوست بيسس، هتستخدم فايف ولا لايف ولا تستخدم ايه بالظبط، كوست فلو ميثود، ايا كان. فالنوتس، اي نوتس محتاجه تتكتب لازم تكون كاتبها، اي كلام مهم محتاج يتقال المفروض تكون قايل. هنا مثلا كاتب لك نوت 5 معرفش كذا 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 كذا. هي دي فكره الديسكلوجرز. نرجع بقى لموضوعنا. الثيرد كاتيجوري من الكاتيجوريز بتاعت assertions فيها ايه؟ اول واحده فيها occurrence rights and obligations. قلت لك الكلام بيتكرر عشان كده طولت معاك في اول واحده. دي اول واحده في ال assertions على presentation disclosure. طبعا العموم بتتكلم على ايه؟ ان financial statement to properly classified described disclosed to users، واضحه متصنفه مظبوط. اول بوينت فيها ال occurrence. احنا قلنا يعني ايه occurrence و rights و obligations. عرفنا ال rights ال assets وال obligations اللي هي ال liabilities. occurrence يعني ايه؟ هنوضح ان ال disclosed events معمول لها الحاجات اللي معمول لها disclosure حصلت فعلا ومرتبطة بالرايتس والاوبليجيشنز بتاعت الانتيتي، بالاسيتس واللايبيلتيز بتاعتها ولا لا. احنا قلنا ايه يهمنا في حتة الاوكيرنس؟ ان كل اللي متسجل حصل، فهي actually occurred و relate للرايتس والاوبليجيشنز ولا لا. فالدisclosures must reflect the real transactions اللي حصل فعلا والconditions. طب الcompleteness، احنا قلنا ان كل اللي حصل يبقى متسجل.
فأي disclosure المفروض يتوضح، المفروض فعلا توضحه و must be included in the financial statements. all required disclosures اللي محتاجها، كل ال disclosures اللي محتاجها لازم تكون included في ال financial statements. management asserts that all material transactions with related parties have been disclosed. إن كل transactions فعلا disclosed ووضحوا وتم الإفصاح عنها وهكذا. ال classification and understandability، ازاي لازم حاجة تكون classified بشكل واضح ومفهوم. فال classification and understandability دي شبه حتة ال correct account اللي قعدنا نقول كل اللي متسجل ب correct amount ولا ايه، مش account amount. فال amounts are appropriately classified and disclosures are understandable. فالclassification لازم يكون مظبوط. ازاي؟ مثلا انت هتصنف الانفنتوري هتقول عندك finished goods بكذا، raw material بكذا. آه هتوضح مثلا work in process inventory اللي هي الانترميديات مثلا بكذا. فلازم disclosure of valuation methods are clear. disclosures بتاعتك تبقى واضحة. بس يعني مفيهاش كلام كتير يتقال، يعتبر كله تكرار 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 تكرار. كده يعتبر خلصنا شابتر 6 في الاوديتنج الحمد لله بفضل الله. حاولت ما اقرش معاك كتير واركز في حتة الفهم اكتر من القراية عشان ما اخليش الفيديو ممل، وفي نفس الوقت ما نمطش على الفاضي ويبقى رغي على الفاضي وتوه مني. طبعا مطلوب منك ايه دلوقتي؟ مطلوب منك تفتح البي دي اف. ما تعتمدش على الفيديو لوحده. ليه؟ بي دي اف ممكن مثلا هتلاقيني دلوقتي عدلت كلمه، قلت لك في كلمه مش اللي احطها وكده، بس مش عشان كده بس، لان انا كمان في الفيديو ما قريتش كله، ما قريتش كلمه كلمه. انت لما تيجي تكتب في الامتحان تحتاج كتابه، رغي بقى وكده. فانت لو فاهم هتعرف تكتب كويس، فده دور الفيديو. باذن الله باذن الله ان شاء الله تفهم. هيتبقى عليك ايه؟ شويه حفظ. يعني مش هقول لك احفظ بالكلمه بالظبط، في حاجات لازم تحفظ بالكلمه. يعني انت فاهم يعني مثلا ايه؟ زي الاكزامبلز اللي قلت لك، زي مثلا reasonable assurance. ما ينفعش تقول reasonable assurance مثلا لو مثلا مع كده هو لازم توضح له نوت ابسوليوت مثلا. فاهم قصدي؟ حاجات بتحفظ بالكلمه، حاجات مش لازم تكتب، حاجات تكتب بطريقتك. الرغي ولا العجن بيتكتب بطريقتك. وبس كده ان شاء الله تكون استفدت. لو عندك اي اقتراح يا ريت تقوله من دلوقتي عشان لما نيجي نسجل شابتر 7 ان شاء الله يعني اطبق الاقتراحات اللي انت قلتها، ما يبقاش الاقتراح متاخر باذن الله. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.